عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم فطائر شكل جديد وراقية في المنظر وحتى في المذاق، اقتصادية يعني حشوة ديال الدراوش، سهلة بزاف وممكن اي سيدة تحضرها في البيت ديالها. كيجي هذا هو الشكل ديالهم، يعني راهم كيجيو شكل انيق وزوين، في نفس الوقت كيجيو محمرين وخفافين. وطبعا انا في الاخير ديال الفيديو حليت وحده غادي نوريها لكم كيفاش كتجي. هانتوما راهم كيجيو خاوين وعرفتي واحد العجينه رطبه. هانتوما شفتوا، ني كنتمنى تجربوا هاد الفطائر لانهم غير مكلفين وفي نفس الوقت كيعطيونا نتيجه رائعه. وطبعا قبل ما نخليكم مع الفيديو، اللي كنتو مازال ما مشتركينش ما تنساوش تشاركوا، طبعا تبارطاجيو لا فيديو اللي تاعو من الفائده. بلا ما نطول عليكم غادي نمروا مباشره المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هاد البريوش هذا، فاحنا غادي نحتاجو ليهم. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض اولا الفورس يكون مغربل اولا منخول. غادي نحتاج نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه. ايضا عندي 2 ملاعق كبيره ديال السكر خشن، 2 ملاعق كبيره ديال الحليب بودره. ما كانش متوفر عندكم فانتوما ما غتعجنوش الخليط بالماء، غادي تعجنوه بالحليب. قبصه من الملح، وهاد المره ما نسيتش لكم الملحه. عندي 2 ديال البيضات، غادي نحاولوا نفصلوا الصفار على البياض لان هادو غندهنوا بهم البريوش، والبياض غادي نديروه في وسط من العجينه. وغادي نحتاج ملعقه كبيره تكون ممتلئه ديال الخميره فوريه. وبطبيعه الحال غادي نعجنوا العجينه ديال البريوش ديالنا بالماء. كانوا هادو هما المكونات، بقوا معايا في طريقه التحضير. اول حاجه كناخذ الدقيق كنوضعه في بول، وغادي نضيف ليه السكر الخشن، وغادي نضيف ايضا الحليب بودره. انا هاد العجينه غادي نعجنها في العجانه، راه دائما كنعجن لكم هاد المعجنات هادو بيدي، راهم ساهلين بغيتو تخدموا بيديكم. غادي نضيف ايضا خميره ديال الخبز، ايضا الملح، ضروري الملح ما تنساوهاش. غادي نضيف ايضا بياض البيض، غنضيف تقريبا جميع المكونات وغنخلي اصفر البيض لاخر مرحله. وغادي نضيف هنايا الزيت نباتيه، وغادي نضيف الماء تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينه لينه وما تكونش قاصحه. هنا بعد ما تعجنات العجينه فهانتوما راها كتكون مطلوقه، يعني ماشي بزاف ولكن مهم تكون خفيفه شويه. حتى عجنتوها بيديكم بقاو تضيفوا ليها الماء حتى تحصلوا على هذا القوام هذا، حيت البريوش كل ما كانش قاصح كل ما كيعطينا نتيجه زوينه في الاخر. دابا غادي نغطي بواحد فيلم اليمونطيغ وغنخلي العجين ديالي يخمر مزيان. خصكم تخليوه يخمر يعني مزيان، تقريبا واحد ساعه الا ربع. صافي غادي نخليه هنايا حدايا حتى يخمر. وفي هذه الاثناء اللي غادي نخلي فيها العجين، فانا غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه فانا اقترحت نديرها هنايا بالخضار، عندي البصله وعندي الفلفله وعندي هنايا الجزر اولا خيزو اللي قطعتهم رقاق بزاف وضعتهم هنايا في مقله. وطبعا ممكن الا كان عندكم ليشو اولا الكرومب حتى هو تقطعوه رقيق وتضيفوه للحشوه. غادي نضيف معاه تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول نشحر هاد المكونات مزيان حتى يدبالوا، ونخلطهم هكا مزيان ونشحرهم. من بعد نضيف لهم التوابل. دابا نخليهم يتشحروا في هاد الزويته مزيان هكا. هنا بعد ما تشحروا المكونات فانا غنضيف القليل من الملح هكا، وغادي نضيف توابل. عندي هنايا كركم، فلفل احمر، ابزار، عندي زنجبيل وعندي ثوم مفروم تقريبا واحد 3 ضروسه ديال الثومه. غادي نضيفهم، غادي نحركو مزيان. غادي نضيف هنا عندي القليل من الزعتر لان الحشوه غنديرها بالطون والطون كيتواتى بزاف مع الزعتر. صافي غنشحر هادشي حتى ينشف ليا مزيان. وغادي نزيد هنا عندي علبه ديال الطون ديال الزيت، غادي نضيفها في الاخير قبل ما نطفي على البوطه. غادي نحرك هادشي مزيان صافي، وغتكون الحشوه ديالنا واجده. راها ساهله واقتصاديه وفي نفس الوقت كتجي بنينه بزاف. هنا ملي خمرات العجينه نوريكم، خليتها حتى طلعت مزيان. هانتوما بحال هكا خاصكم تخليوها. غادي نحاول دابا
نفرغها من الهواء ونوضعها في سطح العمل هكا. شفتوا دابا كيفاش ولات. هنا غادي نحاول نجمعها هكا، وغادي نبدا نقسم فيها الى قطع صغيره. ناخذ واحد الموس. الا ما كانتش العجينه ديالكم كتلصق بزاف فلا داعي لاستخدام الدقيق، انا حيت كتلصق شويه، ولكن هكا كتجي النتيجه ديالها رائعه جدا. نتوما غادي تشوفوا معايا. غادي نديرهم شويه صغارين، دونك غادي ندير القطع قد هكا، يعني تقريبا غتكون فيهم واحد 25 غرام هكا. ملي غادي نسالي غادي نحاول ندير شي شويه ديال الدقيق، وغادي نحاول نجمعهم بهذا الشكل هذا. بحال هكا. ساهلين، يكفي انكم غير تحضروا العجينه هكا تحيدوها عليكم صافي. يعني الشيء الاخر كيبدا جاي بوحديته بحال هكا. صافي غنكمل بنفس الطريقه هاد الوحدات كاملين، وندوزو باش نشوفوا الطريقه باش نعمروهم. كناخذوا قطعه من العجين وغادي نحاول نطلقها هكا بالدلاك، طبعا بواسطه القليل من الدقيق. غادي نعطيها في الاول طول، ومن بعد غادي نعطيها شويه ديال العرض هكا. من بعد غادي نعطيها شويه ديال العرض هكا. من بعد فانا كنجيب هاد الاداه هادي اللي كتقطع لينا العجينه، راه كتكون دايره بحال هذيك اللي كنديروها في البيتزا، وغادي نحاول نجيب هاد الجزء الاخير هو اللي غادي نوضع فيه هاد القطعه هادي، ونحاول نورك عليها نتوما بهذا الشكل هذا. هانتوما راه كتعطينا اشرطه ملي كنهزوا العجينه. نحاول نوريكم هانتوما كيفاش كدير العجينه. شفتوا بحال اللي كتحلها لينا وكتعطينا واحد التشبيكه زوينه. غادي نحاول نوضعها فوق سطح العمل. غادي نجيب كميه من الحشوه، وهنا واحد الملاحظه البنات بالنسبه للحشوه، فانا زدت فيها القليل من الفرماج محكوك، كيبقى اختياري، غير هو كيعطي واحد اللذه للحشوه. هنا بعد ما وضعت الحشوه فانا غادي نحاول بحال اللي غادي نسد على الحشوه بهذا الشكل هذا باش ما تخرجش ليكم كما كتشوفوا. وغادي نبدا نرولي الفطيره ديالي بهذا الشكل هذا حتى الاخير، وغادي نحاولوا بحال اللي نشكلوها على شكل هلاليه. المهم الجهه اللي بقات من التحت هانتوما اللي ما تسداتش هي اللي كتكون لتحت باش ما تحرش لكم في الفران، وكيعطينا هذا التشكيل هذا راه كيجي رائع جدا. هانتوما نحاول نقرب لكم شوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى تكونوا فهمتوا، انا غنعاود معكم شي وحده ولا جوج باش تفهموا اكثر. غادي نعاود بنفس الطريقه واحده اخرى. دائما نبدا بالطول حيت هو اللي غادي يجي ساهل، وملي العجينه تطلق معاكم نعطيوها شويه ديال العرض بهذا الشكل هذا. وكل ما رققتوهم كل ما احسن، لان فاش كتروليوهم بحال اللي كديروا الخدمه ديال لي كرواسون كيجيو مرقين من الداخل. من بعد ما طلقتها فانا كنجيب هاد القطعه هذه وكنحاول نضغط عليها هكا. من بعد كنحاول نهز دائما العجينه بحال اللي غادي نحل شويه هاد التقطيعات هادو اللي انا غادي نبغيهم يجيوني زوينين في التزيين. غير هكا بيديكم فوالا. صافي كنعاود نطلقها مزيان، وغادي نجيب الحشوه. نوضع الحشوه هنايا. من بعد فانا غادي نحاول نسد عليها الحشوه بهذا الشكل هذا. ملي كتكون العجينه مرخوفه غير كتضغطوا عليها هكا بصبعكم كتسد ليكم. من بعد فانا غادي نبدا نرولي ساهله. وشو كل ما حليتوا هاد المورقات هادو كل ما اولا هاد التقطيعات هادو كتجيكم زوينه في الشكل. كتحاولوا تضغطوا عليها هكا باش كتشد في راسها، كتجيب هاد الشكل هذا. راه كتجي رائعه جدا. يعني ممكن نديروها المالح كيف ما ممكن نديروها الحلو. غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم. هنا بعد ما ساليت التشكيل ديال هاد الفطائر هادو فانا خليتهم تقريبا 10 ديال الدقائق. انا البنات راه ما كنبغيش ملي نشكلهم ندخلهم ديريكت للفران، لان كيجيوني دائما ملي كنخليهم يخمروا واحد شويه كيكون واحد الفرق. يعني خليتهم تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه،
وخديت هنايا هادوك جوج ديال اصفر البيض اللي حيدنا في الاول من البيض، وضفت ليهم واحد القطره ديال الخل يعني باش ما تبقاش السفوريه في البيض. وغادي نحاول ندهنهم دابا هكا باش يجيونا محمرين، باش كتخليوهم كيف ما قلت لكم واحد 10 دقائق يعني مينيموم، غير 10 دقائق يعني الفطائر كيبانوا لكم احسن الا دخلتوهم، غير شكلتهم ودخلتوهم. المهم غادي ندهنهم هكا، وغادي ندخلهم الفرن مسخن من قبل، يعني خصو يكون سخون، نار متوسطه يعني باش ماشي دغيا يطيبوا ويتخطفوا ويكونوا باقيين معجنين من الداخل. ونهبطهم يتحمروا، ان شاء الله نقدمهم لكم بالصحه والراحه. هنايا البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا بعد ما طابوا. هنا راه يلا خرجتهم من الفرن، هانتوما كيفاش كيجيو محمرين وخفافين، وشوفوا شحال رطبين. هانتوما كاملين كيجيو هكا، كيجي صراحه الشكل ديالهم جميل وانيق. وشو واخا ما زديتهمش من التحت راه فاش كيطيبوا كيجيو هانتوما مسدودين ومجموعين. هانتوما نحاول ندير لكم عن قرب، شفتوا هانتوما. غادي نحاول نحل معكم هذه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا كيجيو رائعين وخاوين بحال يعني خدمناهم بعجين مورق. هانتوما كنتمنى الفيديو يعجبكم، وطبعا لما لا ما تشاركوش مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائده. والاهم من ذلك الا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا وديروا لايك الفيديو. غادي نضرب لكم موعد فيديو مقبل بحول الله، الى اللقاء.